السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيماني، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا بكم في قناة يوميات تحدي المشاكل. النهاردة إن شاء الله بنعرض في القناة مجموعة متنوعة من الفيديوهات. إن شاء الله القناة تعجبكم وتنال إعجابكم. احب ارحب بكل المشتركين معايا في القناه، الناس اللي داخلين جداد والناس القدام. عايزه اقول لكم القناه متنوعه بقدم فيها حاجات كتيره جدا. في فيديو عن تاخر الكلام واضطرابات النطق عند الاطفال والكبار، في فيديو عن التخسيس وازاي ابقى رشيق طول حياتي، في فيديوهات عن الميزانيه، واحنا بدانا ان شاء الله سلسله حلقات عن التوفير. تابعوا القناه وان شاء الله القناه تعجبكم وهتفيدكم وهتوفروا فعلا في الميزانيه ومش هتستلفوا ان شاء الله. بس تابعوا كل الحاجات اللي انا بقولها والحاجات اللي انا بنزلها بانتظام، يعني اعملوا اشتراك في القناه عشان توصل لكم كل الاشعارات. وبعمل فيديوهات عن التخفيضات والعروض بتاع كازيون عشان برضو توفروا في الميزانيه. اول حاجه عندي بالنسبه بقى للفيديو بتاع النهارده، ازاي اوفر. فكره الفيديو بتاع النهارده ازاي اوفر 50% من استهلاك الميه. طبعا الميه من بند اساسي من بنود الميزانيه، واحنا زي ما قلت لكم بدانا في سلسله حلقات التوفير في الميزانيه. ومن ضمن بنود الميزانيه الاساسيه اللي بندفعها كل شهر بند الميه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بند الميه ده، ازاي اوفر 50% من استهلاك الميه. اول حاجه عندي بعملها عشان استهلك ميه ايه؟ غسيل الاطباق والمواعين. نغسل الاطباق بالصابون كلها على بعضها، ما اغسلش طبق طبق واقعد افتح الحنفيه عده مرات. ماشي، كل ما اغسل طبق افتح الحنفيه واشطفه، كل ما اغسل طبق افتح الحنفيه واشطفه. ده غلط، ده تصرف غلط، ده يهدر معايا ميه كتير وبالتالي على المدى البعيد يرفع في ميزانيه الشهر. اعمل ايه؟ اغسل الاطباق كلها مره واحده، اصبنها كلها مره واحده، الاطباق والحلل والمواعين كل حاجه، كل المواعين، واغسلهم كلهم مره واحده واشطفهم من الميه مره واحده، بحيث ان انا اول بند اهو ما اهدرش في الميه. الموضوع ده بينظم استهلاك الميه وبيخليني ما اهدرش ميه. تاني حاجه عندي غسيل السنان. طبعا هنغسل سناننا كذا مره في اليوم، بدل ما انا افتح الحنفيه عمال على بطال وكل شويه اتمضمض عشان اغسل سناني. لا، اعمل ايه؟ املى، افتح الحنفيه مره واحده، املى كوبايه كبيره وبعدين اقفل الحنفيه باحكام ما تنقطش، وبعدين اقعد ايه؟ اتمضمض منها لحد ما اخلص غسيل السنان تماما. الفكره اللي بعد كده اللي هي فكره رقم 3، الوضوء. احنا كمسلمين بنتوضى 5 مرات في اليوم. هنعمل ايه؟ مش هنفتح الحنفيه برضو، هنعمل الفكره الموفره دي، هنملى وعاء او وعاءين، يعني دوره او دورقين ميه ونتوضى منهم، بدل ما نفتح كل شويه الحنفيه ونهدر ميه وتفضل الحنفيه مفتوحه طول ما احنا بنتوضا، وده اهدار. وربنا امرنا بعدم الاهدار وقال انه لا يحب المسرفين. ربنا قال انه لا يحب المسرفين، يعني المفروض كده كده ننظم في استهلاك الميه وما نهدرهاش. حتى لو احنا معانا فلوس كتير، حتى لو احنا مستوانا مرتاح، برضو ما نستهلكش كتير في الميه وما نهدرش فيها، علشان ربنا امرنا بكده. البند اللي بعد كده اللي هو رقم 5، او الفكرة اللي بعد كده، فكرة رقم 5، شرب المية. انت حضرتك تجيبي كولمان حلو كده لو ما عندكيش وتملي فيه المية وتستعمليها طول اليوم. فتح وقفل الحنفية برضو يهدر معاكي مية، فتح وقفل الحنفية يهدر معاكي مية. طب ما معكيش تجيبي مية كولمان، لو معكيش تجيبي كولمان او غالي عليكي، تعملي ايه؟ تجيبي ازايز بلاستيك وتملي فيها المية يشربوا منها. كل واحد كده ياخد ازازته جنبه ويشرب منها. مفيش حاجه اسمها رايحين جايين نفتح الحنفيه، اكيد اكيد بنهدر ميه. الكوبايه بتفيض كده وتوقع في الحوض، وده بيبقى برضو اهدار. اهدار على اهدار، اهدار في المواعين، اهدار في الوضوء، اهدار في شرب الميه، كل ده اهدار وبيرفع معاكي الفاتوره وانت مش واخده بالك. بتقولي ايه يعني دول شويه ميه؟ لا، ما تستهونيش بالموضوع، الموضوع كبير بيرفع معاكي الفاتوره وانت ما مش واخده بالك. بعد كده عندي الفكره رقم 6، الاستحمام بقى، الحموم. برضو نفس الكلام، ما تفتحيش الدش وتقولي ايه اصل احنا متعودين على كده. هي المشكله بتجيلنا من ان احنا متعودين على عاده معينه بنفضل طول حياتنا بنعملها، وده غلط. وعايزين بقى حياتنا تتغير. احنا متعودين على حاجه ومش عارفين نغيرها ومش عايزين نغيرها، او ما عندناش المقدره والصبر والتحمل ان احنا نغيرها.
لا يغير، قال تعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني حالك مش هيتغير وتعرفي توفري الا لما تغيري نفسك وجوه نفسك، وتغيري تفكيرك، وتغيري العادات اللي انت شغاله عليها. لو قدرتي تعملي كده، تغيري فكرك وتغيري العادات اللي انت شغاله عليها حتى لو بشكل تدريجي. مش هنقول ان انت هتصحي الصبح تعملي كل الحاجات دي مره واحده، لا، كل شويه تغيري عاده معينه وتعمليها، هتلاقي الموضوع ظبط معاكي في الميزانيه. بعد كده زي ما قلنا الاستحمام، نملى طبق كبير ونستحمى منه. الطبق كبير اللي هو بتاع الغسيل ده، عارفه طبق الكبير بتاع الغسيل ده بتاعك، هو ده امليه واستحمي منه. نيجي بعد كده للفكره رقم 7، غسيل السجاد. فكره غسيل السجاد بالخرطوم دي فكره فاشله، ملهاش اي 30 لازمه. ليه بقى؟ غسيل السجاد بالخرطوم بيخليكي ما انتش عارفه انتي بقالك قد ايه فاتحه الميه، وتفضلي بقى توقعي يمين وشمال ومش قادره تتحكمي في الميه اللي بتستخدميها، فده بيهدر معاكي ميه كتير جدا، ميه كتير جدا، وانتي برضو مش واخده بالك ومش مدققه في الموضوع. فالافضل ان انتي تغسليه برضو بالدوره، تملي طبق كبير وتاخدي منه بدوره وتغسلي السجاد عندك. الفكره رقم 8، مسح مدخل البيت او العماره او مسح السلام ده، ان انا ما استخدمش برضو خرطوم. اللي برضو فكره فاشله. ليه؟ لان انا لو استخدمت خرطوم برضو هيبقى نفس الموضوع، ههدر ميه كتير، لان بفضل فاتح لحد ما اخلص، وده خطأ. الافضل ان انا استخدم وعاء كبير املاه ميه وامسح دور دور. الفكره رقم 9، غسيل المفروشات او البطاطين او الالحفه او الكبرتات. حضرتك تملي البانيو اهو قدر معين اهو، وتنقعي فيه الحاجه ساعه ساعتين، وبعدين تشطفيها وخلاص على كده، مفضلش فاتح الميه لحد ما اشطف الحاجه واخلصها خالص. الفكره رقم 10، مسح المنزل او المكان اللي انا عايش فيه، برضو ما يبقاش عن طريق الخرطوم. فكره الخرطوم دي فكره فاشله، بتؤدي الى تبذير في الميه. ليه؟ لان بتؤدي الى اهدار كميه كبيره من الميه، ولا الميه دخلت تحت الحاجات بوظت لي العفش اصلا. الافضل ان انا استخدم جردل للمسح. بعد كده عندي الفكره رقم 11، سلق اي شيء يكون، هنيجي بقى للطبخ والمطبخ. لما اكون عايز اسلق اي شيء اسلقه في وعاء على قد الشيء. يعني ايه بقى الموضوع ده؟ يعني مثلا انا هسلق بيضه واحده، مش هسلق 10 ولا 5. اجيب حاجه على قد البيضه الواحده دي، مثلا زي كنكه القهوه، ما بجيبش حله صغيره عندي واملاها ميه فتاخد وقت طويل على النار وتستهلك غاز كتير مني عقبال ما تغلي. وطبعا استهلكنا قبلها ميه، حطينا ميه كتيره عشان نسلق البيضه ديت. ما تستهونيش بسلق البيضه، انت ممكن تسلقي حاجات تانية في اوعيه كبيره عنها وتستهلكي برضو ميه كتير. يعني مثلا هسلق كيلو لحمه او هسلق فرخه واحده، اجيب حاجه على قد الفرخه الواحده او كيلو اللحمه الواحد، علشان برضو ما تستهلكش ميه كتير معايا، لان الحلل الكبيره بطبيعتها تاخد ميه كتيره، وده يعتبر اهدار للميه. الفكره رقم 13، لازم اتاكد ان كل الحنفيات اللي عندي وكل السباكه اللي عندي سليمه. ليه بقى؟ الموضوع ده خطير جدا يا جماعه. الموضوع ده لو اهتمينا بيه هنوفر الوفات. بمعنى مفيش اي شيء، لازم اتاكد ان مفيش اي شيء عندي بايظ في السباكه، لان لو في حاجه بايظه وبتنقط ولو نقط، ده شيء كارثي، فعلا شيء كارثي، مشكله كبيره. اوعي تستهوني بنقط الميه اللي بتقع وتقولي دي حاجه بسيطه، دي حاجه كبيره جدا. ليه؟ لانها بتسبب حاجه كده. انا قبل كده حصلت لي المشكله دي ودفعت 3000 جنيه. كان في حاجه عندي كده بايظه في السباكه ودفعت 3000 جنيه. بتفضل بقى توقع ميه وفجاه لقيت الفاتوره جايه 3000 جنيه. فيا ريت يا جماعه ما تستهتروش بالموضوع، لان الموضوع ده خطير جدا، فعلا محتاج تدقيق. يعني ادقق وتدقيق مننا ان احنا ندقق في الموضوع جدا. يا ريت بقى يا جماعه لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، ولو لقيتوا فيه اي فكره استفدتوا منها لايك للفيديو واشتركوا في القناه، لان هعمل لكم، بدانا فعلا سلسله فيديوهات شغالين فيها دلوقتي ازاي نوفر في استهلاك الكهرباء 50%. هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. وفي فيديو اكلات التوفير، ده برضو فيديو هعمله لكم عشان سلسله التوفير. هسيب لكم الفيديوهات دي في اول تعليق مثبت او في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. لفوا كده في القناه شويه هتلاقوا فيديوهات برضو عن التوفير، زي ازاي اوفر 50% من استهلاك الزيت، ازاي امنع استهلاك الزيت. في فيديو برضو كده، في فيديو برضو ازاي اقلل من استهلاك المواعين وبالتالي اقلل من استهلاك الصابون 50%. كل دي حاجات فيها توفير للفلوس.
يا ريت تدخلوا وتخشوا. اللي بيدخل القناه طبعا ما بيلفش فيها ولا بيشوف حاجه، بيدخل يشترك ممكن يشوف فيديو ولا اتنين وخلاص. لا، لف وشوفوا الفيديوهات، هتلاقي في فيديوهات كتير بتتكلم عن التوفير، وفي فيديوهات عن الميزانيه زي اسرار عمل ميزانيه احترافيه للعيد، دي برضو تنفع للميزانيه العاديه بتاع الشهر، في فيديو كده برضو. كل دي على القناه، كل ده على القناه هيوفر لك في الميزانيه. تابعوا القناه يا ريت يا جماعه، اللي يدخل ويشوف الفيديو ويعجبه اشتركوا في القناه عشان هتلاقوا فيها افكار حلوه قوي وهتوفر لكم جدا، وفيها افكار ابداعيه محدش قالها قبل كده على اليوتيوب كله. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه، وشكرا جدا ليكم. لفوا لفه في القناه هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.